هاي 7 حقائق حقيقية عن سفينة تايتانيك لأول مرة رح تسمعهم في حياتك. أولا، كبير الخبازين اللي كان على متن السفينة شرب كمية كبيرة من الكحول قبل غرق السفينة، ظل ساعات بالمياه المتجمدة ونجا. يلي حصل انه كمية الكحول الكبيرة اللي شربها هذا الخباز خلى جسمه يطفو على الماء لمدة ساعات قبل ما يتم انقاذه. ثانيا، قبطان السفينة وصلته اكثر من 6 حذرات عن وجود جبل جليدي، ومع هيك تجاهلهم واستمر في البحار في اقصى سرعة حتى يوصل على الجدول الزمني. ثالثا، تم حبس ركاب الدرجة الثالثة جزئيا، حيث تم اغلاق البوابات حتى يفصلوهم عن ركاب الدرجة الاولى، ولهذا السبب اغلب ركاب الدرجة الثالثة ما قدروا يوصلوا لقوارب النجاة. رابعا، الفرقة الموسيقية ظلت تعزف لآخر لحظة حتى تهدي الناس وما نجا منهم ولا واحد. خامسا، كان على متن السفينة كثير من الكلاب والقطط والحيوانات الأليفة وما نجا منهم إلا 3. كانوا 3 كلاب صغار حملهم صاحبهم في قوارب النجاة بالسر. سادسا، السفينة كانت ممكن تحمل أكثر من 60 قارب نجاة لكنها أبحرت ب20 قارب فقط، والسبب كان حتى يحافظوا على المظهر الخارجي ويبين سطح السفينة أجمل. سابعا، وهي المعلومة الأغرب، إنه قبل غرق السفينة ب14 سنة كاتب نشر رواية عن سفينة اسمها تايتان رح تضرب في جبل جليدي وتغرق، وكانت تفاصيلها قريبة بشكل مخيف من اللي صار فعلا. أي حقيقة من ال7 نقاط استغربت فيها أكثر؟